عمرك فكرت بجد ايه هي نقطة قوتك الحقيقية؟ الحاجات اللي بتميزك عن غيرك؟ زمان كنت فاكر إنها حاجات واضحة، لكن اكتشفت إن الموضوع أعمق من كده بكتير. لان احيانا اللي احنا شايفينه نقطة قوة ممكن يكون مجرد حاجة متعودين عليها، لكن مش بالضرورة تكون فعلا نقطة قوتنا الأساسية. ودي أكبر مشكلة، إننا ساعات بنكون مش شايفين نفسنا بوضوح، أو بنخاف نعترف بنقط ضعفنا. بس هل فعلا في طريقة نقدر نعرف بيها نقط قوتنا وضعفنا بوضوح؟ وهو ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. ازاي تكتشف نفسك بجد وتعرف نقط قوتك اللي تقدر تبني عليها، ونقط ضعفك اللي ممكن تطورها وتشتغل عليها. خليني في البداية أرحب بكل مستمعينا في بودكاست مراية، وأرحب معاكم بلايف كوتش أحمد. ازيك يا كوتش؟ حلقتنا النهاردة موضوعها مهم جدا بالنسبة لكل مستمعينا. جاهز نبدأ؟ أهلا بيكي يا كوتش، برحب بيكي وبكل مستمعينا في بودكاست مراية. أنا جاهز جدا أبدأ، لأن فعلا كل مستمعينا تقريبا محتاجين يعرفوا نقط قوتهم وضعفهم وإزاي ممكن يتعاملوا معاها. طب خليني أبدأ حلقتنا بسؤال مهم: ازاي الواحد يعرف نقط قوته الحقيقية؟ في كذا طريقة ممكن نعرف بيها، بس ممكن تقولي لي يا كوتش امتى اخر مرة حسيتي انك بتعملي حاجة وكنت فخورة بنفسك ومبدعة فيها؟ مم، يمكن لما بساعد حد يفكر بطريقة مختلفة ويشوف نفسه بجد، أو لو في موقف بيحتاج مني إني أتعامل بهدوء. دي اشارة قوية ان التواصل الفعال والتفكير المنطقي ممكن يكونوا من نقاط القوة في الشخصية. ودي حاجة مهمة جدا اننا نلاحظ الحاجات اللي بنعملها بسهولة وبتكون مميزة عن غيرنا. وكمان ممكن نطلب من اللي حوالينا والقريبين مننا رأيهم، لأن ساعات هم بيشوفوا فينا حاجات إحنا مش واخدين بالنا منها. اما بقى نقاط الضعف واللي ناس كتير بتحاول تهرب منها، دي بقى محتاجة شوية جراءة وثقة بالنفس. كل واحد عنده نقط ضعف، بس السؤال هنا احنا مستعدين نواجهها ولا لا؟ يعني مثلا لو لقيت انك بتتردد كتير في اتخاذ قرار، او عندك صعوبة في تنظيم وقتك، دي تعتبر نقط ضعف، بس ممكن تحولها لنقط قوة لو اشتغلت عليها صح. يعني الفكرة مش إننا نخاف من نقط ضعفنا، لكن نستغلها علشان نطور نفسنا وتكون مصدر قوة. لأن الشخص القوي مش اللي ما فيهوش عيوب، لكن